شايف ان الفترة اللي احنا فيها أسوأ فترة شافها في حياته، ولا أنا ببالغ؟ فترة يعني اللي كان محوش 50,000 جنيه عشان يجيب بيهم 7 جرام ذهب بقوا يجيبوا دبلة. انتوا فاهمين عايز اقول ايه؟ فالدنيا ايه مرة واحدة كده الدنيا اتشفطت في النص. الدنيا اتشفطت، كل حاجة بقت غالية، لدرجة ان انا في يوم من الايام يا جماعة كنت قاعد باخد اعتراف عشان اقول لكم ان الكنيسة مش معزولة عن العالم، فباخد الاعتراف ده خطايا مش كده. واحد دخل يعني انسان كويس مقتدر يقول لي عارف يا ابونا البيضة ب4.5. حكيت لكم دي قبل كده. وبعدين ايه خرج دخل اللي وراه قال لي عارف يا ابونا؟ قلت له، قال لي البيضة ب5 جنيه الا ربع. قلت له اللي قبليك ب4.5 الحقه. يعني ايه واقف اعتراف. الحق هات بيضة وتعالى. يعني الحق من ما هو ده ب4.5 وانت ب5 الا ربع، لا في فرق يعني. فانا بقيت قاعد عامل زي ايه بورصة المجمعات الاستهلاكيه والاسعار الغذائيه، يعني قاعد بقى ايه واللي تقول لي تصور كيس الفول الصهاجي، مين صهاجي ده؟ وتاري ماركه بقى، وكيس مش عارف مين، وكيس الايه، وكيس إيه؟ ويا ابونا ايه بقى لو حافظوا على السعر ينزلوا الوزن يعني الكنيسه موجوده والكنيسه شايفه اللي بيحصل. وبعدين انا عايش معاكم هنا، يعني انا ما بينزليش المن السماوي كل يوم في بيتي، انا بشتري زيكم بقاله وخضار ولحمه، فما فيش لا من ولا سلوى بيعدوا علينا في البيت، يعني احنا زيكم. البنزين على فكره بشتريه بنفس السعر. انتوا يعني اوعوا تفتكروا ان لما بيقولني ابونا يا راجل يا بركه فول ببلاش، مفيش كده. لا 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 لا. وعارف زيكم ان انا كنت جايب البطاريه، كان عندي يعني يمكن دي رابع عربيه اللي عندي يعني، بس انا فاكر ان ما بين العربيه الاولى والثانيه جبت البطاريه ب 200 حاجه و50 جنيه. انا جايب البطاريه اول امبارح ب 2100 جنيه بطاريه. مجرد عملت كده ما دارتش شحنتها لغايه لما وصلت للراجل ب 2000. فيعني انا معاكم عارف وعايش كويس قوي 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 قوي. فالكنيسه عايشه جوه العالم. طيب احنا كناس مسيحيين واولاد ربنا نعمل ايه؟ هديكوا روشته سريعه كيف نتعامل مع المشكله الاقتصاديه. انا بقول لكم انتوا دي بالنسبه لكم اسوأ مشكله. ليه؟ لان احنا شفنا الاسوأ. احنا شفنا من 67 لغايه اوائل السبعينات ايام سودة. الفرخه طابور على الجمعيه عشان تجيب، لا مهما احكي لكم يعني انا حكيت لكم قبل كده، بس يعني كنا ننزل لما نسال في فراخ نقف في الشارع كده وكل واحد ليه فرخه، وبتوع وزاره التموين كل واحد معاه عصايه في اخرها خرطوم عشان لو واحد مد ايده على الفرخه الثانيه يزو. يعني تصوروا المهانه انك عشان تاخد فرخه ثانيه بتتضرب. الايام دي كانت موجوده، الايام دي كانت موجوده. البيضه كانت بتلات تعريفه بس من الناس مش عارفه تجيبها ب3 تعريفه. يعني كانت البيضه ب1 على 100 من الجنيه، يعني الجنيه كان يجيب يا 80 بيضه يا 100 بيضه صغيرين. ومع هذا مش كل الناس كانت تقدر. كنا بناكل فول، صيام فطار لازم تاكل فول، والحلو بليله ده بالكتير قوي يعني. فاحنا شفنا ايام اصعب من دي. فلما بنشوف الصعب بتاع اليومين دول صعب ايه؟ فاحنا شفنا الاصعب، لكن بالنسبه لكم انتوا لا الدنيا صعب. طب نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ ايه رايكم انتوا؟ ما تقولوا لي نعمل ايه، انا هقول لكم نعمل ايه. نمره 1، القرار الاول تاخده اسمه قرار عدم الشكوى. وهسالكم سؤال، هل الشكوى بتحل مشكله؟ يعني واحده جوزها بخيل قوي زي اللي عنده 8 مليون دوت وبيفاصل معاهم على الساندوتش، لو فضلنا نشتكي للناس كلها جوزي بخيل جوزي بخيل جوزي بخيل جوزي بخيل جوزي بخيل جوزي بخيل، ايه اللي هيحصل؟ مش هتغير. طب الشكوى بتعمل فيا ايه؟ توجعني اكتر وتحسسني بالهم. فالناس تقعد مع بعض عاوزه تضحك، عاوزه تغير المود، يقعدوا مع بعض يجيبوا سيره الاسعار وكل واحده بقى تعلي على الثانيه تزايد. يعني بص، لا انا كنت نازله اجيب بقاله ب 300 جنيه اهو محتفظه بالريسيت، نفس البقاله نفس الايتمز الاسبوع ده دفع فيها 380.
في 15 يوم 80 جنيه في الاسعار فرق. والتاني قال انا هحرق دمك اكتر بقى. يفضلوا بعد عنكم يتبادلوا مش اكسجين، ثاني اكسيد كربون. فايه اللي يحصل؟ يعني ايه شايل همين؟ صح ولا لا؟ اتعودوا يا جماعه ان كنتوا تكونوا ايجابيين. اللي مش هقدر اغيره ما تكررش الكلام فيه كتير، لانه بيوجع وبيكئب ويتحس انك بتقفل الدنيا بايدك. فين الامل؟ جواز ايه خلاص، هو رهبنه بس مش هياخدونا، لان الدين مش هيقدر ياكلنا برضه، ما في ازمه اقتصاديه. اصل في ميزه في الرهبنه انك بتاكل ببلاش. وبعدين طب ايه البديل بقى؟ تكريس. لا ما نجيبش برضه، ما احنا مش بتوع تكريس. طب تعنيس، ما احنا مش عارفين بقى اي حاجه، هنعمل ايه؟ هتلاقي الدنيا قفلت. عارف يعني ايه الدنيا قفلت؟ يبقى انت بتقفل بنفسك الاكسجين. يعني الدنيا حر، رحت انت قايم قافل الشبابيك. فالشكوى عمرها ما بتحل مشكله. وفي حاجه تاني كمان اعملها، ما تقارنش. بقت في موضه دلوقتي، الناس تعبانه ومش لاقيه، مش كده؟ وبعدين يقول لك ايه؟ يطلع اعلان في التلفزيون كومباوند اسعارنا تبدا من 6 مليون جنيه وتقسيط بدون فوائد. ادفع مليون واستلم فورا والباقي على 10 سنين. مش كده؟ فاللي بيحصل لك انت ايه؟ غل بعد عنك بقى، غل بقى، غل. ما تقارنش. ما تقارنش. في بس انت المقارنه بتعمل فيك ايه؟ بتجيب لك جدري. يعني فعلا هتجيب لك فقاقيع في جلدك وتفرقع لوحديها. ليه؟ ما انت مش في ايدك حل. فانت بتنكد على نفسك. يعني تصور انت متشحطت وبتركب توك توك، 3 توك توك ومترو عشان توصل لشغلك، والراجل اللي قدامك جايب مرسيدس وبي ام دبليو وايه تاني ماركه غاليه، ما اعرفش حاجه زي كده يعني، من الحاجات الغاليه ما علينا يعني. فانت طول ما انت بتقارن ايه اللي بيحصل؟ قول كلام طيب. ولادك بيشتكوا لهم بس ربنا موجود. احنا احسن من غيرنا. ده ربنا ادانا حاجه صغيره. اخواتنا اللي طاروا من السودان دول واتشردوا ومحلاتهم اتحرقت بالبضاعه اللي فيها. واحده لسه بتقول لي احنا احسن من غيرنا. كان بابا عامل حسابه من زمان وعامل لنا شقه هنا في القاهره، لكن بقيه عيلتنا لا عارفين نستقبلهم معانا في الشقه ولا عارفين بيباتوا فين، ومتشتتين. كل عيله خدت فرد. فاحنا احسن من غيرنا. لما يتقالك ان في افريقيا الطفل بياخد 250 ملي جرام لبن في السنه. عارفين يعني 250 ملي جرام؟ ازازه البيبس الصغيره، الكبيره 330 ملي جرام، الصغيره 250 اللي هي ربع لتر. الطفل في افريقيا في الدول اللي فيها تصحر نصيبه من اللبن ربع كوبايه لبن في السنه. انت لسه ممكن بتشرب شاي باللبن الحقيقه يعني. فلازم اكون انا افكر نفسي ان الظروف صعبه بس انا برضو افضل من غيري، والشكوى مش هتعمل اكتر من انها تزود المشكله جوايا. اوعى تقارن، قول كلام طيب، والدقيقه على الكل. يبقى اول حاجه بطل رتم الشكوى. التعاسه تجيب تعاسه والشكوى تجيب شكوى، مش كده؟ حط ايدك على خدك وابتدي اشتكي ونوح بقى ونوح. هتلاقي وشك اتقفل واللي حواليك وشك اتقفل، والناس مش طايقه بعض علشان بنصدر لبعض طاقات زي ما بيقولوا بتوع مش عارف مين النفس دول، طاقه سلبيه. يبقى اول نصيحه من فضلك، من فضلك بطل شكوى. والنصيحه دي للاهالي اكتر منكم انتوا، لان الاهالي كيب كومبليننج واللي بيدفع ثمن البيت الصغيرين. يعني صور مثلا ولد في ثانويه عامه، الاب شايفه حزين فبيقول له بالك يا بابا في حاجه مضايقه في شغله؟ يقول لا ولا حاجه يا حبيبي، ما فيش حاجه، عندي واحد طوله من طولي وداخل ثانويه عامه ولسوء حظي مدارس انجليزي او فرنساوي،
يعني الحصه ب 300 جنيه فيزيك ومش عارف شيمي، كنت دخلت عربي يا ابني مش عارف اصرف عليك ونين. اوعى تقول لي بعد ما تتخرج شايل لي ايه للجواز، انت جبتنا الارض يا ابني. طب انا ذنبي ايه؟ انا ذنبي ايه في اللي انت بتقوله لي؟ يعني اسيب تعليم ولا اعمل ايه؟ يعني ما خلاص بقيت في ثانويه عامه. في اوقات الاهالي بيصدروا الطاقه البايخه دي وكأن ما فيش ربنا. احنا جايين لربنا في الاخر، هختم بيه. بس اول حاجه من فضلك بطل. متفقين ان الشكوى تجيب ايه؟ تجيب شكوى، والشكوى مع الشكوى تجيب كآبه وملل ومفيش اي حاجه، والاخبار كلها اخبار سلبيه. ما تشتكيش، ما تروحيش انت تقولي لماما يا ماما طب انا اعمل ايه؟ عندي 4 بلوزات والصيف داخل عليا وكل الناس شافتني بيهم. اقبلي، ما في غيرك ما عندوش غير بلوزه واحده. في ناس بتلبس مرياله طول السنه. حلوين 4 بلوزات، لان في واحده تانية ما عندهاش غير 3، وفي واحده تانية ما عندهاش غير 2، وفي واحده تانية البلوزات عاملين دوري كاتبين عليها ايام الاسبوع، مع ايمان النهارده، مع سهى بكره، مع ماما بعد بكره. ماما اشفطي بطنك، سهى املي بطنك، يعني بس عشان السايز مش هنعرف نلعب فيه كتير. سيبوكم من الهزار، بس انا بكلمكم بكلام بجد ان في ناس كده. هي جلابيه سودة رايحه وجايه بيها مفيش غيرها. نمرة 2، وده مبدأ صعب قوي على البشرية كلها، لأن دايما اللي الإنسان كسبه صعب يفرط فيه. فالمبدأ الثاني اسمه التنازل. اسمه إيه؟ التنازل. يعني إيه التنازل؟ دي مشكلة اللي اتعودت عليه مش قادر أتنازل عنه. الفلوس مثلا محدش يحب يتنازل عنها، صح؟ لكن لو أنت خيرت بان في عصابه دخلت بيتك ومعاها مسدسات وقالت لك هنقتلك انت ومراتك وعيالك يا لو ما جبتش الفلوس، ساعتها هتطلع الفلوس ولا مش هتطلعها؟ يعني اللي انت ما كنتش متخيل انك تقدر تتنازل عنه في وضع معين وفي سيناريو معين قدرت تتنازل عنه، صح؟ يبقى الانسان يقدر يتنازل. احنا عندنا، انا هديكم امثله مش بقول لكم تعملوا كده، كلنا في بيوتنا في حاجات كلنا حاسين ان مش ممكن نتنازل عنها، صح؟ وبيوتنا مكركبه ومش عارفين نمشي فيها من كتر الزحمه اللي فيها. لكن ممكن جدا لو اتنازلت عن نص الحاجات اللي في بيتك هتعيش برضه، صح ولا مش صح؟ هنقدر ندبر امورنا. بس فكره التنازل احنا مش قادرين عليها. اديكم شويه امثله على موضوع التنازل. الافراح والبهرجه بتاعتها والزينه بتاعتها، الواحد بقى يسمع ارقام، لا 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 ان شاء الله عنها ما اتعملت الزينه. يعني نعمل حاجه بسيطه، ان شاء الله كل مجموعه اصحاب يعملوا حاجه لصاحبتهم، بس نلاقي حلول بديله فيها تنازل. لكن الانسان لما بيجي يقول لك ايه وتبتدوا تشرطوا على المسكين ده اللي هو يعني المطحون، تقول له خلي بالك فستان العروسه وبيجامه العروسه على العريس ومش عارف مين على العروس، ما ده كان ايام الطرطشه، ايام الناس ما كان معاها. دلوقتي انا يعني الحقيقه لا، لازم الطقم يكون كامل، 8 مش عارف مين 9 ايه 16 ايه 15 ايه. طب ما البيت يقدر يعيش بكسرولة واحده وحله واحده وطاسه بيسموها طاسه وطاسه واحده و4 5 اطباق. هو الناس عندها لينا ايه؟ يعني مش هنشفها قوي بس ما تكونش مثلا نجيب من التيفال 6 مقاسات 32 و24 و18 ومش عارفين واحده بقى على قد البيضه. طب ما البيضه هتتعمل في الصغيره وتتعمل في الكبيره، ايه المشكله؟ ما الكبيره هتغني عن الصغيره. لا، لازم الطقم يبقى كامل، الناس هتيجي تزورنا وهنفتح ونفرج. طب اديكي قاعده، خليكي قاعده ما تتنازليش يا بنتي، خليكي قاعده. اتنازلوا في الماديات وما تتنازلوش في الاساسيات بتاعت اللي جاوبناها في الاسئله، ما تتنازلوش في دي، بس في الحاجات الماديه وخاصه الطبقه المتوسطه. ما هو في طبقه مش فارقه معاها، يقول لها انزلي اشتري 6 دست 170 ملايه. ما هو في ناس كده مش هتفرق معاهم، بس انا وانتوا لا، يعني احنا طبقه متوسطه تحت متوسطه فوق متوسطه، لا هتفرق معانا. فلازم نتعلم مبدا الايه؟ التنازل. عارفين يا جماعه الواحد لما بيكون عنده سرير عريض بيبرطع،
فانا رحت، انا لسه جاي من مؤتمر، كنت في المانيا من 15 يوم، فنزلت في اوتيل المانيا بقى، اوتيل على غابات وطبيعه جميله. دخلت بدور على السرير ما لقيتش. تصوروا منزل لي في اوضه ما فيهاش سرير؟ طب هنام واقف يعني؟ هنام ساند على شماعه ولا هعمل ايه يعني؟ انا عاوز سرير. اتاري اللي انا كنت فاكرها الكنبه هي السرير 90 سنتي. طب ده جنب، طب لو اتقلبت وقعت بس اللي انتوا تعرفوه، لما العقل ادرك ان السرير 90 سنتي، نمت سيف 3 ايام. بحسب الاكسجين اللي هتنفسه، يعني لازم يكون نفس قليل، يعني ما تتوبش، لو تبت هقع. هم زمانهم سامعيني وبيضحكوا دلوقتي، لكن السرير كان 90 سنتي. بس الحقيقه قضى، يعني انا اقدر اتنازل في بعض الامور وهعيش برضو. فاهمين الفكره؟ هقدر اتنازل واعيش برضو. على سبيل المثال، لسه في واحده بتقول لي بص يا ابونا، انا كنت بجيب واحده كل اسبوع، عارف يا ابونا بسبب الظروف دي بجيبها كل 15 يوم دلوقتي. وماله؟ ده مبدا من مبدا. احكي لكم حكايه تانية رحنا مره دير الانبا بولا زمان. دير الانبا انطونيوس كان فيه ميه، لكن دير الانبا بولا ما فيهوش ميه خالص، والميه لما بتيجي بتبقى ايه؟ تشتريها بالذهب يعني. فلقيت انا قمت الصبح 3:30 عشان التسبيحه، كنت شاب يعني، مش فاكر في ثانوي ولا في اولى جامعه. فلقيت طابور فوق الجبل، قالوا لي ايه ده؟ غسيل الوش. يعني ليه؟ في احواض بس ما فيهاش ميه، فهو غسيل الوش. فرحت لقيت واحد واقف على ايه؟ برميل. عارفين براميل؟ ساعتها ما كانش براميل بلاستيك، كان براميل اللي هي زي بتاعه البترول دي، الصاج دي، وماسك مغرفه، وكل واحد يغسل وشه بمغرفه. طب ده الوش الاولاني ولا الوش الثاني ولا ما قبل الصابون عشان الصابون يبوش ولا بعد الصابون اشطف؟ قال لك لا، هي مغرفه واحده. مغرفه واحده؟ يعني اعمل كده؟ ما هو اصل لو حطيتها في ايدي نصها يقع في الارض. طب اعمل ايه؟ اظرف واحد بقى، واحد ابن ناس بقى، احنا عرفنا ان هي مغرفه لان كنت انا سامع يعني، فما اتخضتش. هم قالوا لي ان هو براد صغير بتاع كوبايه واحده شاي، بتاع الصعايده ده اللي لونه ازرق بتاع زمان ده، ويدي لك من البسبوس بتاعه. لما انا رحت ما كانش البراد، بس كنت متوقع كان فيه المغرفه، فانا لحقت المغرفه. فواحد داخل بيقول جاي معجون سنان حبيبي وفوت على كتفه وداخل بالطابور. فالراجل بيقول له عايز المغرفه ايه؟ يعني اعمل لك بيها ايه؟ قال له لا، ما انا عايز واحده لوشي واثنين لاسناني. قال له 2 سنه؟ حد يقول له حاجه؟ ده امشي امشي وشخطوا. لان طبعا، بس عايز اقول لكم حاجه، انا في اول يوم كنت متضايق جدا لان المغرفه برضو طرطرشت مني وما عرفتش استفيد منها كلها. في ثالث يوم كنت خبير، قلت له خلي المغرفه في ايدك وانا هعمل ب3 صوابع كده و3 صوابع كده و3 صوابع كده و3 صوابع، يبقى غسلت كل عين مرتين. لان لو المغرفه خدتها مره واحده ورشيتها مره واحده يبقى غسلت عينيا مره واحده. فلما اخدها كده يعني انا اتفننت ان المغرفه تكفيني. في بقى ناس مننا دلوقتي تفتح الدش ربع ساعه لغايه لما الميه تتظبط قبل ما يقرر انه يخش تحت الدش. لو كنت لحقت المغرفه كنتش عملت كده خالص. عرفتوا ليه انا بقول لكم ان احنا جيلنا ممكن يتطبع بسهوله على التغيرات اللي بتحصل اكتر منكم؟ لان ايامنا كانت الحياه صعبه، ما كانش عندنا الاوبشنز بتاعتكم، بس انتوا اتعودتوا على الاوبشنز العاليه فبقت حقوق، فاعتبرتوا الكماليات اساسيات. بس الكماليات ما كانتش ايامنا موجوده اساسا. مبدا التنازل، يعني على سبيل المثال لما الاقي ناس بتشتكي ومطرح ما امشي الاقي اهاوي مصر كلها مترصصه شباب في سنكم، مش فاهم. يعني فنجان القهوه لو انت عملته في البيت، لو جبت ربع كيلو بن ب50 60 جنيه، ما اعرفش يعني هو في الحدود 70 جنيه بالربع، واي حاجه هيعمل لك 50 كوبايه. لو انت بتشربها ليه ب15 جنيه؟ هي مش ب15 جنيه وب10 جنيه وب12 جنيه؟ انا ما اعرفش اصلي، حد فيكم بيقعد المهم يعني خليكم بس معايا، من 10 ل 15 جنيه. طب ما انت اولى يا اخي،
اقعد اعمل حاجه تاني. بس انت مش عاوز تتنازل وبتشتكي، بالرغم ان واحد بيقول لي ده انا قعدتي على القهوه بس ب 500 جنيه في الشهر، يعني ابويا لازم يقدر ويفك ايده شويه. طب ما تبطل قعده على القهوه يا حبيبي. بقى بابا هو اللي غلطان انه مش بيديني فلوس القهوه وفلوس فوق القهوه كمان. انتوا فاهمين عايز اقول لكم ايه؟ مبدأ التنازل. اتكلمنا عن التجرد واتكلمنا عن الزهد، ما بيجيبش معانا. ربنا قال لك لا، ندخلكم في ضائقه اقتصاديه بقى، لازم نتعلم شويه تجرد، لازم نتعلم شويه زهد. السرير ابو 90 سم طبقه في حياتك في حاجات كتير قوي، هتلاقي نفسك عندك خير بس انت مش حاسس بيه. مبدأ التنازل. عايز احكي لكم حكايه. احنا في مصر عاده الوجبه بتاعت الصبح دي اللي هي بتخلي الناس تبنج 3 ساعات اسمها ايه؟ يا سلام. في انجلترا ما يعرفوش الفول، بس الفطار التقليدي في انجلترا كلها زي الفول عندنا حاجه اسمها ايجز اند بيكون. بيكون ده حاجه من الخنزير كلها، ده يسيحوه كده على النار وبالسمنه بتاعته يعملوا بيض محرك. فاهمين حاجه؟ زي البسطرمه بالبيض كده، بس عندهم حاجه اسمها بيكون بالبيض. فما عندهمش اوبشن، فكل يوم لازم الانجليزي يفطر بيضتين وبيكون. بيكونز اند ايجز، دي اللي هي الفول مدمس بتاعنا، فول وطعميه بيكون اند ايجز. ده عند ايه؟ لما جت الحرب العالميه الانجليزي كان متوسط استهلاكه للبيض في الاسبوع 10 بيضات. لما جت الحرب العالميه بقوا يدوا للانجليزي بيضه في الاسبوع، ما يعرفش ياكلها والله يصلي عليها. ما هي بيضه في الاسبوع بعد ما كانوا كام؟ بعد ما كانوا 10. بس قدروا ولا ما قدروش؟ لازم نفهم ان لما الدنيا بتبقى صعبه احنا لازم نتنازل. بس احنا عاوزين الواي فاي ال 250 ميجا ولا جيجا بيسموها جيجا، 250 جيجا ولا ال 200 جيجا ما ينزلوش، واللي مش عارفين ما ينزلوش، مش عارفين ما ينزلوش، وبعدين ايه ما ينزلوش، وبعدين طب ما انت كل دوت لازم تتعلم مبدأ الاقتصاد والتنازل، لان الدنيا مش في صالحك، والقروش الصغيره اللي بتتصرف بتعمل كتير مع الوقت. يبقى المبدأ الأولاني ما اشتكيش، المبدأ الثاني إيه؟ اتنازل ولم إيدك شوية وفكر بطريقة اقتصادية، مش بالطريقة اللي أنت متعود عليها، لأن ابتدينا في العجاف، ال7 سنين العجاف اللي لازم نشيل فيهم كويس قوي. 3. المبدأ الثالث الواقعية. يعني إيه الواقعية؟ إن كل الشعوب في العالم كله بتمر بدورات. يعني نسبة الألمان اللي بعد الحرب العالمية اللي قضت على كل الرجالة اللي عندهم اللي ماتوا من البرد في ألمانيا نتيجة إن ما كانش فيه فحم متوفر بعشرات الألوف. ألمان ماتوا، يعني الحرب خلصت عاوزين نعمر بقى، مش عارفين ندفى بالليل، مفيش فحم والمناجم كلها مضروبة، ومش عارفين نستورد فحم ومفيش فلوس والاقتصاد كله واقع، ناس ماتت من التلج. يعني ايه الواقعية؟ ان دايما هيبقى في وقت كويس وفي وقت نص نص وفي وقت صعب. مين اللي بيقدر ينجو؟ الانسان الواقعي اللي مستني الوقت ده. هحكي لكم حكاية من التاريخ ما تعرفوهاش. حد يسمع عن المجاعة المستنصرية او الشدة المستنصرية؟ في القرن ال11 الميلادي، في القرن ال11 الميلادي ايام المستنصر بالله اللي هو اخر خلفاء الدولة الفاطمية وكان ماسك مصر، حصلت مجاعة في مصر نتيجة ان النيل هبط لمدة 7 سنين متتالية من غير فيضان، فما بقتش في ارض بتتروي، مفيش مية في مصر خالص. النيل ده كان عبارة عن ترعة صغيرة كده تعديها برجليك. 7 سنين مفيش نقطة مية وصلت مصر. عارفين ايه اللي حصل في مصر؟ كانوا بياكلوا لحم البني ادمين. يعني مثلا يقولوا الحق يا دكتور في حد عيان، فيروح الطبيب، طبيب ده يعني عطار حلاق، يعني مش دكتور خريج كلية طب يعني، فيروح عشان يعالج، يكون في 4 مستنيينه، واحد يذبحه وال5 ياكلوه. بياكلوا الكلاب والقطط واكلي لحوم البشر. محدش فيكم سمع في مصر ان احنا اكلنا لحوم بشر. لو احنا ناقشنا اللي احنا بنمر فيه مقارنة بالشدة المستنصرية اللي كانت في القرن ال11، احنا نبقى في ايه؟ ده احنا في غنى، ده احنا في رفاهية.
يعني بدل ما هتاكل لحمه 4 مرات في الشهر هتاكل مرتين بس، بتاكل لحمه بلحمه يعني، مش بتاكل بني ادم اخوك. فلازم يكون عندنا واقعيه. والاهالي الحلوين بيربوا ولادهم صح، حتى لو كان ربنا مديهم. علموا ولادكم يعيشوا يوم رغد ويوم صعب. احنا احسن من غيرنا، الزمن صعب على الكل. انا مش عايز اطول في النقطه دي. احنا قلنا كم مبدا دلوقتي؟ نمره 1 عدم الشكوى، 2 اقتناء مبدا التنازل والتقشف والتجرد لان مبدا روحي، 3 الواقعيه، 4 الاجتهاد. يعني ايه الاجتهاد؟ من فضلك طور نفسك، من فضلك استثمر في نفسك. ايه المانع انك تتعلم لغه يكون عندك اساس اخدته حتى لو كنت في مدرسه حكومه، وتجيب الكتب اللي خدتها في اولى اعدادي وتاني اعدادي وتذاكرها من اول وجديد وتتعلم انك تنطق. ايه المانع؟ انا اعرف انسان كان من اعظم الناس في مصر في اللغه الانجليزيه، لما حكى لي تاريخ جهاده بيقول لي، هو الرب يعني طبعا ده في السماء من زمان، بيقول لي احنا في اواخر الاربعينات وقبل الثوره، يعني 45 لغايه 52 كنا نخش الافلام الامريكاني. كان في حاجه اسمها كونتينيوس شو، عارفين يعني كونتينيوس شو؟ يعني تقطع تذكره بقرشين ساغ تشوف الفيلم 10 مرات طول ما انت قاعد على الكرسي ما حدش يقومك. كان اسمها العرض مستمر، كان يكتبوا على السينما من بره كده العرض مستمر يعني فكنا نفضل قاعدين في السينما ب9 ساعات. عارفين ليه؟ بيدربوا ودانهم على الفوكابلري ويكتبوا بالعربي، ولما يجي الفيلم تاني مرة يحاول يفتكر اللي اتقال ويطلع يسمعه لأصحابه عشان يكتسبوا الأكسنت الأمريكاني. يعني ما كانتش السينما بالنسبة لهم فن، ما كانش عندهم يوتيوب يقول لك تتعلم اللغة الإنجليزية في 60 يوم، لكن كان بيجتهد. أنت بتستثمر في نفسك إيه؟ النهاردة لما بتقولي أنا بعرف وورد واكسل وباوربوينت، يقول لك اكسل لاي ليفل، يعني الاكسل ده فيه معادلات كبيره قوي في الحسابات يعني. طب انت تعرف تعمل جداول بالاكسل، طب ما تطور نفسك، اعرف لك 7 8 معادلات يا اخي. حاول تطور نفسك، استثمر في نفسك، عشان حتى لو جت شركه تجربك تمسك فيك بايديها واسنانك، عشان انت في سن شبابك دلوقتي قبل ما ترتبط تقدر تشتغل شغلتين، شغله الصبح وشغله بعد الظهر، بدل ما تتابع لي الدوري الانجليزي والدوري الايطالي والدوري الاسباني. هتطلع ايه يعني في الاخر؟ مين هيفيدك؟ ما اللي انت بتتفرج عليه ممكن واحد بياخد بال50 و60 مليون، انت بتاخد ايه؟ بتسقف له؟ طب ما تستثمر في وقتك، اتعلم حاجه يا اخي، تعلم حاجة تزود بيها دخلك بأي صورة من الصور. بصوا يا جماعة، لازم نتعلم الاجتهاد. في حتة في الكتاب المقدس في إنجيل معلمنا ماري لوقا الإصحاح 5 كانوا محبطين جدا لأنهم طول الليل تعبوا وما اصطادوش بسرياية واحدة. فاكرين القصة دي؟ فالمسيح قال وعظة وراح بص للتلاميذ كده. على فكرة بعد ما بيطلعوا بيغسلوا الشبك من المية الملح. ليه؟ عشان الملح بياكل الشبكه، فلازم يتغسل كويس. او ما كانش ايامه في نايلون، فكانت خيوط قماش، فلازم تتغسل كويس قوي عشان الملح ما ياكلهاش. فغسيل الشبكه ده فم و2 بميه عذبه وبعدين تنشره، دي شغلانه. فبعد ما نشروا الشبك المسيح قال لهم خشوا الى العمق. عارفين يعني ايه العمق؟ يعني قدف، والشبكه اللي انت نشرتها وغسلتها لمها وحطها في الميه المالحه تاني. فقال له يا رب تعبنا الليله كله ولم ناخذ شيئا. قال له خش. قال له على كلمتك القي الشبكه. وتعبوا وجدفوا، ولما حدفوا جابوا. الحياه عاوزه كده، انسان تعبان، انسان بيتعب. انت طوري نفسك، امسكي في الشغل. مش هيعاملوكي هانم في الشغل، هيعاملوكي زي ما يعاملوكي. امسكي بايدك واسنانك وطوري نفسك وتعلمي، حتى لو اتشخط فيك مره واتنين. بلاش الدلع، الزمن مش بتاع زمن دلع. البيت مش هيقوم بواحد لوحده النهارده، فلازم انت تطوري من نفسك وهو يطور من نفسك عشان ما نرجعش نشتكي. اعملي اللي عليك وسيب ربنا يكمل، لكن ما نعملش اللي علينا. انا عايز اشتغل. خبرتك ايه؟ لا انا ما اشتغلتش قبل كده. طيب يعني بتعرفي لغات ايه؟ في الانجليزي بحكع، وفي الفرنساوي بعرج، وفي الاكسل مبتدئه، والورد يعني ايه؟ اعرف اكتب جوابات بس ما اعرفش اعمل جواب وانسقه. لا يا ماما خليكي جنب ماما،
ولما تتعلمي شويه تعالي لنا. احنا ممكن نعلمك شهر التكنيك بتاع الشغل بتاعنا في شركتنا، لكن نبتدي معاكي من الصفر لا، ما تلزمناش. فانت لازم تجتهد وتتعب، لازم تتعب، واللي هيتعب هيلاقي. وربنا عادل انه مش ممكن يضيع جهد انسان ابدا. اخر نقطه عشان ما اطولش عليكم، احنا قلنا كم نقطه؟ هرجع فكروا كده. نمره 1 عدم الشكوى، 2 التنازل، 3 الواقعيه، 4 التعب والجهاد الاجتهاد، 5 الإيمان. الإيمان. أنا عاوز أسأل سؤال، هو ربنا اللي احنا بنعبده صفاته اتغيرت؟ يعني في يوم من الأيام كان ضابط الكل ودلوقتي not anymore، بطل يبقى ضابط الكل. المسيح اللي قال إن 5 عصافير تباع بفلسين وليس أحدا منهم منسيا أمام الله، قال الآية دي اشطبوها خلاص في أزمة 23. هو اللي لما الإنسان حط إمكانياته الضعيفة اللي ما تزيدش عن 5 خبزات وسمكتين، طلع منهم أكل يكفي أكتر من 5000 نسمة. هو قادر، هو فاعل. بس الإيمان فين؟ الإيمان فين؟ أنت إيمانك فين؟ يقدر يدبر، يقدر يرى. حاولوا بقدر الامكان. انا هختم بحكايه واحده حكيتها لكم زمان قوي وانا قاعد مكانكم كده، كنت خادم يعني في اجتماع الخدمه، جالنا اب كاهن قاعد هنا، كان واقف على المنجليه دي وانا فاكره كويس قوي، كان بيحكي لنا حكايه. الحكايه قديمه فمعظمكم ممكن يكون فاكرها. بيقول ايه؟ بيقول بيحكي على ان ربنا عمره ما بيسيب ولاده بس يكونوا امنا. يعني انت اجتهد وشيل 5 جنيه من مرتبك، وما تقولش 5 جنيه دي هتعمل ايه؟ دي مش هتجيب اجرة توك توك رايح جاي، لا شيلها وشوف ربنا بالسمكة والخبزة هيعمل ايه. فبيقول كان في انسان خادم عنده في الكنيسة، ابوه وامه توفوا، وبقى هو حبيبي قاعد في الشقة لوحده. بس الشقة ايه؟ شقة عزاب. يعني طبعا ابوه وامه اخر فترة كانوا تعبانين وعيانين، فالفلوس كلها راحت في الدواء، والبيت بقى شكله منخرب. يعني في شقة بس الشقة عاوزة تتفور كلها. وبعدين في يوم من الأيام هو بقى كان في حتة طبع ما حدش يعرفه، ياخد المرتب كله بتاعه يصرفه على الخدمة في منطقة فقيرة في عين شمس، عنده ولاد مدارس الأحد، فياخد المرتب يطلع أكله وشربه، مش يطلع العشور، بقية المرتب يصرفه كله إيه؟ على الخدمة. المهم أبونا كان يحبه قوي لأنه كان خادم من القلب، يعني مش خادم كلام كده، لا خادم قلبه يعني. فأبونا كان بيحبه قوي. ففي يوم من الأيام قال له يا أبونا إيه رأيك في فلانة؟ أنا صليت كتير ومرتاح لها. قال له يا خير ما نقيت، أحلى بنت في الكنيسة بأخلاقها وأدبها وخدمتها ومحبتها لله. قال له يا سلام، أنا بصلي وقلت هسمع صوت ربنا. يا سلام يا أبونا. أبونا أنت عارف بابا مش موجود وعمي في البلد الفلانية، فأنت أبويا ممكن نتقدم؟ قال له طبعا يا حبيبي. طبعا أبونا عارف ما دام واحد داخل يتقدم يعني عامل حساب شبكة، عامل حساب بيت، عامل حساب. القصة دي قديمة قوي وكانت الدنيا رخيصة جدا ساعتها يعني. المهم راحوا طبعا أبو العروسة وأم العروسة، الواد عاجبهم، كل الكنيسة بتشهد له، فمتوصيين جايبين 6 حتت جاتوه ما استخسروش يعني، وجايبين بقى شاي وجايبين الى اخره بقى، وطقم اول وطقم تاني. ايامها ما كانش فيه الحاجات الصغيره دي اللي ساليزونات، كان بقى هو سندوتش لانشون ايامها كده يعني ما علينا. المهم ابونا راح، وانتوا احسن ناس وانتوا احسن ناس وانتوا احسن ناس، وبنتكم تتقل ذهب، وده ابنها ده مش عنده شنطه هدوم، الكلام بقى اللي هو الكبير ده. في الاخر خالص الاب بيقول له ايه؟ وان شاء الله بقى يا حبيبي هتعمل معاك ايه؟ وانا عارف الشقه بتاعت بابا، بس دي انا زرت بابا زمان الله يرحمه، دي محتاجه شغل كتير قوي قوي قوي. يا ترى هتعمل ايه الشقه وميزانيتها ايه؟ قال له يعني ربنا يدبر ان شاء الله. قال له والشبكه؟ قال له يعني ربنا يدبر. الراجل ما ارتاحش. قال له انت عامل ميزانيه للشبكه ايه؟ قال له بصراحه يا انكل انا معيش ولا مليم. الراجل بص للجاتوه، خساره الجاتوه اللي جبناه ده. انت بتقول بعد ما اكلت الجاتوه
المهم الراجل اتضايق وراح بص كده، قال له انت معكش فلوس خالص؟ قال له خالص، كل فلوسي للخدمه. ما تترهبن يا اخويا، اترهبن. يعني انت ليه تعب نفسك ومكلفنا يعني؟ لا، انت تترهبن. ايه اللي حصل؟ لو سمحتم يا جماعه الموبايل يتفق خالص. يعني مره واثنين وثلاثه سمعتوا النهارده. خلاصة الكلام ايه اللي حصل؟ اللي حصل ابونا بقى اخذ الواد تحت باطه. طب هنقول ابانا الذي، طبعا الام والبنت احرجوا والاب احرج، وابونا بقى في نص هدومه. ابونا نزل مسك الخادم ده سلخه كده، يا ابني كده تصغرني كده، ما تقوليش طب فطني قبل ما اروح، طب فطن مش عارف مين، طب فطن يا ابني انت اللي عملته. خلاص يا ابونا اخطيت، يا ابونا اخطيت، يا ابونا اخطيت، يا ابونا. الواد بسيط قوي بس ابيض، ابيض يعني ما بيفكرش، ابيض بس هو بسيط وقديس، ودول ربنا بيشتغل معاهم بطريقه تانية. المهم تخلص القصه على كده. ابونا بيحكي لنا بيقولوا يمر 15 يوم ويجي لي واحد يدخل على المكتب. اول ما شفته افتكرته، ابونا فلان مبروك الكهنوت، هات حضن وبوس وبتاع. انا فلان اللي شغال في ابو ظبي ولا في دبي، وزميلك كنت معاك في ثانوي وكنت معاك في كنيسه كده في شبرا قبل ما ننقل هنا وحكمل. وبعدين فضل احضان بقى وصداقه بيتامروا. وهو خارج راح مطلع له ظرف، قال له بص يا ابونا، كل الناس بتجيب لي اخوه الرب، بس انا متعاطف قوي مع الشباب اللي مش عارف يتجوز. الظرف ده وزعه على 10 شباب محتاجين، هم 10,000 جنيه، ادي كل شاب 1000 جنيه. فهو كتب عليه لمساعدة الشباب في الزواج وحط الظرف. قال زي ما قال هوزع، بس 1000 جنيه مهما كان الفلوس رخيصة مش هتعمل حاجة في القصة بتاعتكم. شوفوا ربنا يعمل ايه. الراجل ده يطلع لغاية الشارع ويرجع له تاني. قال له ابونا، قال له نعم. قال له الحياة في مصر بقت غالية، الدولار بقى ب3 جنيه، فالدنيا بقت غالية قوي في مصر دلوقتي. قال له طيب نعمل ايه؟ قال له بدل ما توزع الظرف ده على 10، اديه لولد من ولادك تكون ظروفه ما تسمحش. راح قال له لك المجد يا رب، يا رب لك المجد. واخد التليفون، ما لقاش الواد، بعت له خادم قال له تعالى يا حبيبي. قال له عشان انت كنت امين مع الله واجتهدت وعملت اللي عليك، ربنا مش ممكن يبات مديون لانسان صرف فلوسه على الخدمه. انت الشقه بتاعتك تتلم كام وتتبيض وتتغير مواسير؟ قال له من 6 ل7. قال له يعني الفرح ياخد له كمان 2000؟ قال له اه. قال له يعني والبدله؟ قال له بياخد 200 جنيه ساعتها يعني. والمش عارف مين؟ قال له 150 جنيه. والزينه قد ايه وبتاع كذا كذا. قال له يعني توتال كام؟ قال له ده 10,000 جنيه تغرقنا. قال له 10,000 جنيه اهي وربنا بعتها لك. قال له لا يا ابونا انا ما اخدش من مال الكنيسه. قال له يعلم الله مش مال الكنيسه، ده واحد جه وقال تروح لواحد بس في جوازه، وانا ما بعملش غير ان انا بنفذ. هل انت عندك ثقه ان الله يعمل في الضيقه حتى لو اتاخر الهزيع الرابع؟ هل عندك ايمان ان احنا هنعيش وهنعدي الازمه دي، هنعديها حتى لو تنازلنا، حتى لو اجتهدنا، حتى لو تعبنا؟ ولعل الضيقة تنشئ فينا الإحساس بالرجولة والإحساس بالآخر. لو أنت مؤمن الله لن يتركك وكل حاجة هتتعمل، يمكن مش زي ما أنت عايزها بس بحسب تدبير صلاحه. ربنا مش هيسيبك. لغاية دلوقتي الناس بتتجوز، لغاية دلوقتي الناس بتخطب، لغاية الناس دلوقتي بتركب مواصلات، ولغاية دلوقتي الناس بتشتري لبس. يمكن مش زي الأول، يمكن كنت بتنزل تشتري ربع رومي وربع شيدر وربع فلامنك، بقت ربع جبنه بيضه قديمه حلو. بس برضه في البيت في اكل غيرك ما عندوش. طولت عليكم.